يبقى ركز معايا كده. النتيجة من الكنترول. ترتيب المجموعة الأولى الأول. طبعا ومش محتاجة كلام، الفوز بكأس العالم ده حلم لأي لعيب في مسيرته، وأي لعيب مستعد يتنازل عن أي لقب في مسيرته مقابل إنه يرفع الكأس الأغلى في التاريخ. البطولة اللي تعرض فيها واحد زي أندرياس اسكوبار لمدافع كولومبيا للقتل بسبب جول جابه في نفسه في دور المجموعات، واللي بسببه تم إقصاء منتخب بلاده من البطولة في كأس العالم 94. وطبعا المسابقة اللي خلت لعيب من أهم لعيبة الكورة في التاريخ زي روبرتو باجيو ذات نفسه هو المنبوذ الأول في إيطاليا بعد ما كان محبوب الجماهير، بعد ما ضيع آخر ضربة جزاء وخسر بلده البطولة في نفس البطولة بتاعت أندريس اسكوبار سنة 94. يا رفيق الكروي، كأس العالم ده مش مجرد بطولة عادية، لدرجة إن ديكتاتور الأرجنتيني الأول اكتسب شعبيته من بطولة كأس العالم 78 اللي نظمها في الأرجنتين وفازت فيها الأرجنتين لأول مرة بالبطولة. وعلشان أهمية بطولة كأس العالم فكلامنا النهارده هيكون عن فرص كل فريق في الفوز بكأس العالم ده، ومصادر قوة وضعف كل فريق من الفرق المرشحة للفوز في البطولة. وكمان هقولك على توقعاتي للصاعدين من كل مجموعة، بس يا ريت يعني من غير تحفيل وربنا يستر. وعلشان الفيديو ده ما يبقاش طويل هنقسمه على كذا فيديو. هنبتدي بمجموعة مجموعة وهنتكلم عن المنتخبات القوية المرشحة للفوز في البطولة والمنتخبات العربية وفرصة كل واحد فيهم للصعود لدور ال16. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تحت تشترك في القناة وتدينا اللايك اللذيذ وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم محمود مخلوف في قناتي واللي بعرض لك فيها رأيي في الأحداث الكروية المهمة، وطبعا كأس العالم قطر 2022. فيلا بينا. بدأت قطر الاستعداد لكأس العالم من 2010 لما تم اختيارها كمستضيف للبطولة، وبالرغم من مساحتها الصغيرة والبنية التحتية قدرت تبني 8 ملاعب أقل واحد فيهم سعته 40 ألف مشجع وفي وقت قياسي. وفي 1 ابريل 2022 تمت قرعة كأس العالم، واللي فيها في المجموعة الأولى المستضيف قطر وهولندا والسنغال والإكوادور. العنبي طبعا هو عريس الليلة وصاحب الكورة. منتخب قطر بطل كأس الأمة الآسيوية 2019 وكان قدم أداء كويس قوي وقتها، ولكن آخر مرة شفناه كان في البطولة العربية. كان توقعاتنا أداؤه يكون أقوى من كده، ولكن ده ما حصلش، وحصل على المركز الثالث بعد ما كسب منتخب مصر بضربات الجزاء. ده احنا بقينا غلابه قوي يا جدعان. اقوى لاعبين المنتخب القطري المهاجم المعز علي، جاب 9 تجوال في كاس اسيا 2019 وسجل في تاريخه مع المنتخب 19 جول. وعندهم كمان صانع الالعاب اكرم عفيف، اكتر واحد صنع اهداف في بطوله كاس الاسيويه برضه في 2019 بخمس اسيستات. وعندهم قائد منتخبهم حسن الهيدوس، ودول من اهم لاعبين المنتخب القطري. ولكن للاسف حظوظ منتخب قطر مش احسن حاجه، لان مجموعتها فعلا صعبه، وما اظنش المنتخب القطري هيروح لبعيد في البطوله. يجي بعدها هولندا. طبعا تاريخ هولندا في الكوره مش محتاج حد يتكلم عنه، من اول يوهان كرويف مؤسس مدرسه الكره الشامله وفان باستن وبركامب وسيدروف وروبن وفان بيرسي. اي نعم هولندا دلوقتي مش في احسن حالاتها وما قدرتش تصعد كاس العالم 2018، بس قدرت ترجع تاني لكاس العالم 2022 بسكواد قوي جدا. معاهم فان دايك مدافع ليفربول، واللي هيبقى ليه دور مهم جدا السنه دي مع الفريق من دور القيادي بشرط الكابتنه قبل دوره في الملعب كاحسن مدافع في العالم. ودي ليخت مدافع يوفنتوس. ولما نتكلم عن مدافع في الدوري الايطالي فتعرف اني بتكلم عن مدافع قوي. هو الدفاع الايطالي طول عمره رخم بصراحه. يا راجل ده الواد مترازي شاف نفسه هيخسر كاس العالم 2006 خلى زين الدين زيدان ينطحه بدماغه. المهم خلينا في هولندا. عندهم كمان فرانك ديونج دينامو نص ملعب برشلونه. بصراحه كده انا بكره المصطلحات دي، الدينامو والمهاجم المحطه ومبدأ السلامه. ما اعتقدش يعني حد في العالم عنده المصطلحات دي غيرنا. محمد فكري بيقول لك ايه؟ كابتن رضا اما كان بيدرب طنطا قول ما تكسفش. كان بيضرب اللعيبه بالشلاليت بس كان بامانه عامل احلى اداء مع طنطا. المهم، وفينالدوم نجم ليفربول السابق ولاعب روما الحالي. من وجهة نظري سر قوة هولندا في دفاعها، وده اللي هيستغله المدرب فان خال في خطته. ومن وجهة نظري برضو ان هولندا هتصعد من المجموعة بس مش هتبعد بعيد في البطولة. وبصراحة يعني اكيد مش هتبعد بعيد بفان خال المرتعش اللي جايبينه يدربكم ده. المهم عندنا بعد كده السنغال. انا بقول لسيادتك حضرتك بتؤكد ان المباراه هتعاد؟ ما باكدش، بقول بنسبه 99% المباراه هتعاد. لعيبه لا كمان ثقتهم الزايده قوي في نفسهم بعد فوزهم بكاس افريقيا 2021. السنغال عندهم سكواد من اقوى ما يكون، من مندي حارس مرمى تشيلسي واللي كان ليه دور مهم جدا في فوز تشيلسي بالتشامبيونز ليج 2020، وزميله في نفس الفريق المدافع كليدو كولوبالي، واللي في يوم من الايام فرق اوروبا كلها بلا استثناء كانت بتتخانق عليه.
والمهاجم اسماعيل صار، ولاعب نص الملعب جانا جه، ومعاهم شيخو كوياتيه، وطبعا ما ننساش نجم ليفربول السابق والبايرن الحالي ساديو ماني، اللي حلم الكرة الذهبية هيفضل مراوده طول عمره، وفعلا قرب جدا وحصل على لقب تاني احسن لاعب في العالم السنة دي، واللي مستني كاس العالم ده بفارغ الصبر، خصوصا بعد ادائه اللي اقل من المطلوب منه اللي ظهر في البايرن. والاكوادور باس. يبقى اتكلمنا في المجموعة الأولى عن 3 منتخبات: قطر، واللي قلنا إنها البلد المستضيف واللي للأسف ما أعتقدش هتقدر تعمل حاجة البطولة دي ومش هتعدي من دور المجموعات، ومنتخب هولندا قوي دفاعيا جدا بس هجوميا مش أحسن حاجة، هيصعد من المجموعة بس مش هيقدر يقدم كتير في البطولة. يبقى ركز معايا كده، النتيجة من الكنترول: ترتيب المجموعة الأولى: الأول السنغال، التاني هولندا، التالت قطر، الرابع الإكوادور. ده كان الجزء الأول. ان شاء الله هنكمل في اجزاء بعد كده باقي مجموعات البطولة، وما تنساش الاشتراك في القناة، لايك وشير في الخير. عاوزين نكمل لل1000 سبسكرايب قبل كاس العالم يا جماعة. مع السلامة.